مساء الخير. أخباركم أصدقائي؟ عساكم بخير، عساكم طيبين، عساكم بصحة وعساكم بسلام. اليوم راح أتكلم عن ذكريات، أو مش ذكريات، راح أتكلم عن الكتب. يعني في ناس كثير يسألوني آه فايد كيف أصبحت كاتب يعني. هي ما في شيء اسمه فايد كيف أصبحت كاتب. هو الكتاب موهبة بشكل عام. الكتاب موهبة. آه لما يكون عندك الموهبة زين وتثقلها بالقراءة، هنا ممكن مع الأيام راح تكون كاتب. وطبيعي انك راح تكون كاتب محترف إذا أتقنت الشيء. فأنا اليوم راح أقول لكم عن قصة صغيرة. هي كان عن الوالدة الله يرحمها ويغفر لها رب العالمين. الوالدة من يوم أنا صغير كانت تجيب لي مجلة ماجد يوم الأربعاء. طبعا يوم الأربعاء تراها كانت تجيب لي مجلة ماجد واسمه وتخليها تحت الوسادة أو المخدة، عشان أول ما أقوم ما شاء الله أشوف المجلة أقرأ، يعني أقراها أفرح يعني وايد أفرح. فمن هنا بديت يعني أحب القراءة. طبعا أول كتاب اشتريته كان اسمه يا عزيزي كلنا لصوص، الكاتب حسين عبد القدوس. طبعا كل كاتب بداياته طبعا يكون له يعني مثل، او يكون له كاتب يحب انه يعني يمشي على خطاه، يعني او يمشي على اسمه لحد فتره معينه، لحد ما يبدا هو بنفسه الكاتب هذا يبدا ستايله هو يعني. لكن في البدايات يحاول انه يقلد شخص او كاتب معروف، مش تقليد هو، لكن يحاول انه يكون يعني شو نوعا ما يعني نفس الخط هو يعني. فانا كنت كثير معجب بالكاتب الكبير احسان عبد القدوس. حتى اللي لاحظ كتاباتي، حكاية أمل، حكاية هيفا، حكاية كل الحكايات، طبعا حكاية حنين، يلاحظ مدى الخط اللي كنت انتهجته في اسمه على نفس نهج حسام القدوس. كان يعجبني انه يعني يعرف يقرا نفسيه المراه. يعني على فكره يعني مش كل كاتب يقدر يفهم شخص المراه. والمراه على فكره مش لغز، هي مش لغز. ام عمر الله يذكرها بالخير، ميمونه على فكره، يعني انا قلت لها او هي جزاها الله خير اهدتني سم روايتها اجتاح جسدي فما ذنبي انا. من الروايات اللي انا بصراحه يعني فيها كميه من المشاعر حقيقه. يعني ميمونه كاتب من الطراز الرفيع حقيقه. يعني انا ما والله ما اجاملها بصراحه، يعني كاتبه رائعه. كمان عندنا الكاتبه مزنه الصوافي، برضو ما شاء الله عليها كاتبه ممتازه. انا على فكره كثير من لو بتم اعدد الكاتبات اللي ما شاء الله عندنا هني في عمان، كثير صراحه. يعني الكاتبه سليمه الراشدي او الراشدي ما شاء الله عليها، عندها روايه اسمها عذراء انقله، روعه حقيقه. انا قلت تميت اقرا هالروايه هاي مرتين بصراحه، من جمال الوصف، ومن جمال الروايه ومن جمال شو اسمه والمعزه. والمعزه تيلا اظن اسمها تيلا، هي معزه صغيره وجيه مسمينها تيلا. آه اليوم طبعا حبيت اني اتكلم عن الكتب، او بدأت الكتب اللي اقراها. طبعا الحين خلاص بعد ما كبرت ابيد اقرا. الحين اكثر شيء هوايه كتب اسلاميه اقرا. الحين اكثر شيء اقرا كتب اسلاميه. في كتاب سياسيين برضه اقرا لهم، المرحوم يعني محمد حسين هيكل اقرا له طبعا. فاليوم بس احب اني كنت اكلمكم عن الكتب. طبعا ان شاء الله الي مقطع ثاني راح يسوي ان شاء الله عن الاخفاقات. طبعا على فكره صعب انك تكون كاتب. اللي يقول ان والله الكتابه سهله، لا صدقوني لا، صعب انك تكون كاتب وصعب انك تنجح. زين. اصدقائي اتمنى اليوم تكون دردشه خفيفه زين
يعني كذا يعني تكون يعني على قلبكم شيء خفيفة، ما تكون ثقيلة. وعندي رجاء، إذا شايفين ان قناة فايل المطاعني تقدم محتوى جيد، اتمنى فعلا من قلبي انكم تشتركوا، لان اشتراككم معناه ان القناة تستمر. لان انا فعلا لما اشوف قدم محتوى وما احس ان فيه اسمها فيه ردود فعل اسمها ايجابيه، انا احبط يعني. لكني راح استمر مهما يصير، بستمر. جزاكم الله خير، ونلتقي ان شاء الله على خير ان شاء الله.